الرجل الذي لا يمزح يخرج عن طوره ويعلنها صراحة دون خوف وبالفم المليان: سأبيدكم. هكذا قالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأمم المتحدة ترد عليه: أي تعقل، فالنووي ليس مزاحا. تهديدات المجنون الآسيوي المعروف بصرامته حملت هذه المرة طابع الجدية. كيم جونغ أون، وبمناسبة احتفالات بلاده بذكرى انتهاء الحرب بين الكوريتين، أكد استعداد جيشه لاستخدام الأسلحة النووية في أي لحظة، وخاطب جيرانه في سيول بنبرة حادة جدا: لا تفكروا بالقيام بأي مغامرة أو ضربة استباقية على بلادي، لأن الرد سيكون على الفور وسيدمر جيشكم. الزعيم الكوري لم يكتفي بتهديد جارته كوريا الجنوبية، بل وسع من وعيده وأبدى استعداده لخوض أي صراع عسكري مع الولايات المتحدة. تهديدات كوريا الشمالية جاءت بعد تدريبات مشتركة بين واشنطن وسيول، وقبيل مناورة مشتركة الشهر الجاري. الأمم المتحدة تدخل على الخط وترفض تهديدات بيونغ يانغ باستخدام الأسلحة النووية. وصرح فرحان حق نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة بأن المؤسسة الدولية لا تقبل أي خطاب يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، وجدد الدعوة لاستئناف المفاوضات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بطرق سلمية. وكأنه لا يعرف أو يسمع من قبل عن مجنون اسمه كيم جونغ أون حتى يطالبه بالتخلي عن النووي. ما بالك يا رجل؟ التهديدات الكورية والتي اتسمت بطابع مختلف هذه المرة أقلقت الكثير من الخبراء الأمريكيين، الذين طالبوا بلادهم بالاستعداد لصد أي ضربات نووية والعمل على الإجراءات المناسبة تحسبا من تطور الوضع في العالم وانفجار حرب كبرى في أي وقت. ما هو رأيكم أيها الأعزاء؟ هل كل ذلك تهويل من باب الكلام، أم أن الحرب الكبرى قادمة لا محالة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.